مرحلة مهمة جدا في حياتي كان لها تأثير إيجابي في مسار حياتي المهنية. في فترة بعد ما اشتغلنا في مجال الميديا وبقى لينا شغل كويس والتيم بتاعنا تقريبا اتعرف عند ناس كتير، اتطلب من ناس معانا في التيم ان هم يقدموا ورشة عمل للشباب عن كيفية صنع فيديو، ازاي تعمل فيديو بايدك، وكلام بقى كتير عن تصوير الفيديو وكل حاجة خاصة بيه، يعني ازاي بتبدأ ان انت تعمل فيديو من الاول خالص للاخر. فطلبوا مني ان انا اكون معاهم في الورشة دي واقدم فقرة في البداية خالص عن الستوري بورد واهميته وشرح بسيط عن الستوري بورد. طبعا ده بالنسبة لي كان حاجة مستحيلة جدا ان انا اشرح حاجة لحد يتعلمها مني او ان انا اكون مصدر يتعلم منه، ده كان بالنسبة لي حاجة مستحيل جدا. قبل كده كان الشرح بيبقى انا قاعد مع واحد صاحبي ازاي بنرسم كذا كذا، فالدنيا بتبقى حلوة يعني في حاجة في اللذيذ يعني. لكن ده ورشة عمل وناس جاية تتعلم وعاوزين يتعلموا صح، فهل انا اشيل الليلة دي؟ فاكيد لا. فاعتذرت فعلا وقلت لا خلاص وتربست يعني. فهم اصحابي اللي معايا في التيم ورطوني واتفقوا مع منظمين الورشه دي ان احنا هيكون معانا فقره ستوري بورد ومسؤول عنها فلان وهو ده اللي هيبقى موجود. فكلموني خلاص احنا في كذا كذا والميعاد كذا فلازم تكون موجود. طبعا التوريطه دي بتيجي من حاجه ان انت تبقى محاط بناس جامدين، النقطه دي اتكلمنا عنها كتير جدا ولازم نتكلم عنها ونفضل نتكلم عنها، ان انت لازم يكون حواليك ناس جامدين، ناس تزقك لقدام. يعني فكره ان انا اشرح حاجه وهعرف اعملها ولا مش هعرف اعملها، يعني شايف ان انا لا ما الحته دي مش بتاعتي فبلاش، فبتحتاج حد من حواليك هو اللي بيزقك. وشبهناها قبل كده بان انت لما تكون هتركب المترو بيبقى زحمه وانت بس مش محتاج ان انت تعافر وتحاول وتطلع لقدام علشان تركب العربيه اللي بابها هيتفتح لعدد من الثواني، لا انت محتاج بس ان انت تكون واقف في وسط ناس ماشيين في نفس الاتجاه وهم هيزقوك معاهم لو انت ما قدرتش تزق. فده اللي كان حاصل. فلما لقيت نفسي اتورطت فرقت معايا جدا بقى في حاجه، الموضوع ما بقاش ان انت بتلم معلومه من هنا فبتتفرج على صوره من هنا على حاجه من هنا ومجرد شويه تجميع، لا خالص. الموضوع دلوقتي انت بتكلم ناس ولازم يكون كلامك منظم ومرتب ويكون يعني في شيء من العلميه والاكاديميه. ممكن يكون الموضوع ما كانش مستاهل ده كله وانا كنت مأفور، لكن علشان انا كنت بره خالص مجال ورش العمل والحاجات دي فكانت الدنيا بالنسبه لي حاسس ان الموضوع كبير جدا. ولكن احساسي بان الموضوع كبير جدا خلاني اسيرش بشكل تاني ان انت دلوقتي مش بس بتتعلم، عاوز تعرف انت هتعلم الناس ايه، مش مجرد ان انت بتعرف بس وبتشتغل وخلاص. فبدات اذاكر تاني وبشكل اقوى، وده ما كانش هيحصل لو ما كانش ربنا يسر لي الناس اللي انا كنت بشتغل معاهم، التيم بتاعي اللي هم زقوني وورطوني ان انت لا انت خلاص ظهرك في الحيطه وقدامك ورشه عمل لازم هتشرح فيها كذا 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 فلازم تتعلمها، غير ما يكون الموضوع براحتك شويه وليك حريه الاختيار فيه. فربنا يسر لي ان انا اعثر كده في مقال لدكتور اشرف حمدي. المقال ده او مجموعه مقالات ورا بعض انا مش فاكر بصراحه، بس انا قعدت اذاكر منه فاكتشفت ان انا بتعلم من الاول وجديد. موضوع مرتب ترتيب فظيع جدا، شرح حلو قوي. انا طبعا بنصحك ان انت لو عاوز تعرف عن الستوري بورد كتير تذاكر المقال اللي عامله دكتور اشرف حمدي. انا هحاول ان انا اسيرش عليه كده واسيب لك لينك في الديسكريبشن ممكن تدور عليه، ورقه وقلم وحدد لنفسك وقت بتقعد تذاكر فيه مذاكره هيفرق معاك بشكل رهيب. فاكتشفت ان انا بتعلم حاجات جديده وبتترتب في دماغي افكار ما كانتش مرتبه، كانت ملمومه من هنا ومن هنا وكتير منها ما كانش موجود اصلا. ففرق معايا جدا وبدات ان انا ادي الورشه بشكل الحمد لله كويس، يعني برضه انا شاكك في انه كويس بس هما بيقولوا انه كان كويس. ومنها اتعرفت على الناس الجامدين اللي كانوا منظمين الورشه، مجموعه شباب AYC اللي بعد كده اجبروني وخدوني قهرا ان انا اشرح اول ورشه عمل لرسم الكاريكاتير، اللي برضه ما كانتش قد كده، ولكن حطيت ايديا على شويه حاجات ممكن نظبطها. وبعد كده الموضوع جاب ورشه تانية وورشه تالتة وبدات ان انا امشي في موضوع شرح اللي انا بعمله، اللي لولا شرارة البدايه دي ما كنتش هعرف اصلا ان انا بقدر اعمل الكلام ده كله. فمهم جدا ان انت تبقى محاط من الناس الجامدين الايجابيين، مش اللي بيشتكوا على طول، مش اللي بيقولوا شكاوى وخلاص. فهيفرق جدا مع كل واحد وشخصيه كل واحد في الفريق. لما بتشارك حد معلومه انت وصلت لها ده ما بياخدش منها ولا بينقص منها، بل بيزود قدراتك على انك تكتسب المزيد. ومهما اتعلمت ووصلت لنقطه معينه وحسيت ان انت وصلت لنقطه كويسه جدا وحاجه رائعه جدا، طول ما انت بتتعلم هتكتشف ان انت لا شيء ومحتاج ان انت تتعلم اكتر، فبالتالي هتلاقي نفسك بتتقدم اكتر وانت مش حاسس. افتقد دايما المعلومه وخليك دايما محاط بناس جامدين يساعدوك انك تطلع قدام.
اي معلومه توصل لها او اي مصدر تقدر تتعلم منه شاركه مع الناس، هيفرق معاك جدا. ان ما كانش في مستواك هيفرق معاك جدا نفسيا. اوعى تكتم علم ربنا اداهولك. وفي مجال الستوري بورد بالذات، فاكر لما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان كل الفنون او كل الحاجات اللي بنتعلمها في مجال الفنون كلها منفذه على بعض. هتلاقي نفسك بتتعلم التصوير، بتتعلم شيء من المونتاج، بتتعلم تكات في الاخراج، علشان لما ترسم الستوري بورد بيبقى ليك علاقه بكل دول. فخليك دايما مخك مفتح وتعلم حاجه جديده في مجال جديد دايما.